بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض فراخ تندوري بالتتبيلة الهندية. شايفة شكلها عامل ازاي؟ أنا هعمل الصدور بالتتبيلة الهندية بالطريقة دي، والوراك هسلقها علشان محتاجة شوربة. هنعمل مع بعض ملوخية، وهنعمل رز مبهر، رز مصري عادي. عندك رز بسمتي اعملي، انا ما كانش عندي رز بسمتي عملت رز مصري. وادي الملوخية والوراك حمرناها، سلقناها وحمرناها. وهقولك كمان على السر اللي يخلي الملوخية ما تسقطش منك وتفضل خضرة وتحتفظ بخضرها بالطريقة دي. هقولك هتتعمل ازاي. يلا بينا، بس اعملي لي اشتراك واللايك والكومنت، ويلا بينا علشان اقولك اتعملت ازاي. نبدأ بسم الله. أنا معايا فرخة متقطعة 4/4، صدرين ووركين. الوراك هسلقها عشان محتاجة الشوربة أعمل ملوخية، والصدور هي اللي هنعملها مع بعض فراخ تندوري بالتتبيلة الهندية. طبعا الفراخ غسلاها ومنضفاها. طبعا أنا عملت لكم قبل كده فيديو يبين ازاي تتخلصي من زفرة الطيور، هسيب لكم برضو لينك الفيديو في صندوق الوصف. وبعد كده متبلاها ببصل، ملح، فلفل اسمر، بشرة جوز الطيب. وامسك الصدور بتاعتي اشقها بالطريقة دي كده، اولا عشان تستوي معايا كويس، ثانيا عشان تتشرب من التتبيلة اللي انا هتبلها. في تتبيلة يا ماما تاني، يا ماما نانا تاني غير البصل والملح وفلفل اسمر؟ يا حبيبتي في تتبيلة تاني. امال تندوري بالتتبيلة الهندية ازاي؟ اهو كده هركنها كده على جنب. طبعا انا متبلاها من قبلها بيوم. اجيب طبق عشان اعمل فيه التتبيله بتاعتي. التتبيله عباره عن نص كوبايه زبادي. لو هتعملي الفرخه كامله حطي كوبايه الزبادي على بعضها، انا عشان هعمل الصدور بس هاخد نص الكوبايه. احط عليها نص معلقه صغيره كاري، نص معلقه صغيره كركم، نص معلقه صغيره بابريكا، معلقتين خل، ومعلقتين زيت. خليكي كده ماشية معايا واحدة واحدة. ادي تاني معلقة زيت. هقلب بقى كده التتبيلة دي كلها في بعض. طب مش هتحطي بصل بودر يا ماما نانا؟ مش هتحطي ملح؟ مش هتحطي فلفل اسمر؟ يا حبيبتي ما انا متبلة الفراخ ببصل فريش وملح وفلفل اسمر وجوز الطيب، مش محتاجة بقى احط الحاجات دي في التتبيلة التانية. كده هي بقت كلها كده متداخلة في بعض. همسك بقى صدور الفرخة بتاعتي، وما بين الفتحات اللي انا عملتها دي وبايدي كده اشبعها، وادلك الصدر بتاع الفرخة كله بالطريقة دي، كأني بعمل لها مساج، بشبعها كلها من التتبيلة اللي انا عاملاها دي. وامسك الصدر التاني برضو نفس القصة، احط برضو في الفتحات كده واشبع الصدر كده بتاع الفرخة كله بالطريقة دي. كده انا هسيبها مش اقل من ساعتين، يعني كل ما تقعد في التتبيلة كل ما يكون احسن. يبقى انا متبلها التتبيلة الاولانية وبيتها من قبلها بيوم او برضو ساعتين على الاقل. وبعدين التتبيلة التانية اهي كده بعد ساعتين حطيتها في التلاجة، طلعتها بعد ساعتين. وادي الوركين اهم، هنركنهم دلوقتي عشان دول هنسلقهم عشان ناخد الشوربة للملوخية. هجيب بقى صينية أسخنها في الفرن قبل ما أحط فيها الفراخ. أنا عايزة الصينية بتاعتي تبقى سخنة. طب ليه؟ علشان الفراخ لما تتحط فيها تاخد تشك وتقفل مساماتها، فبالتالي ما تنزلش مية وتفضل تبقى محمرة من بره وجوسي وطرية من جوه، ما يبقاش لحمها ناشف. واخد بقية التتبيلة كده أحطها عليها.
وأدخلها الفرن، وهنشوفها بعد ما تطلع من الفرن. دي الملوخية بتاعتي طبعا قطفتها. أولا تسيبي فيها حتة من العرق، ما تاخديش الورق بس، تسيبي فيها حتة من العرق. هقولك بقى كده على أسرار الملوخية الناجحة. وتغسليها 3-4 مرات وتسيبيها تتصفى. عقبال ما تتصفى احنا عندنا مية هي مغلية هسقط فيها الوراك بتاعت الفرخة. مش هحط بصل، مش هحط فلفل أسمر، مش هحط حاجة لأن الفراخ بتاعتي متبلة. هحط بس ورق لورا، وهحط حبهان، فصين حبهان وكم ورقة لورا. والحبهان لازم افتحه اهو، لازم افتحه قبل ما احطه. شايفاها كده بفتحها ازاي؟ او اطحنه، لكن ما احطهوش صحيح. وورقتين لورا بالطريقة دي. بصي الريم اللي طلع دون حوالين داير ده هسيبها لما تغلي واشيل الريم ده. كل ما يتكون ريم اشيله، اغطيها كده عشان تغلي وتطلع لي ريم زيادة واشيل كل الريم ده كده. بقى بصي شلت الريم كله والشوربة معايا بقت رايقة ازاي؟ لان الريم ده هو اللي بيعمل زفارة للشوربة. لو ما شلتيهاش هتبقى الشوربة بتاعتك زفرة، سواء في لحمة او في فراخ. لازم الريم اللي بيتكون فوق الوش ده يتشال اول باول. كده خلاص الفراخ بتاعتي استوت. بصي الشوربة بتاعتها رايقة ازاي. هطلعها كده على جنب، عشان دي كده هحمرها بحتة سمنة بلدي او حمريها بزيت، دي براحتك على حسب مزاجك انت واسرتك. والشوربة دي هركنها علشان هعمل بيها الملوخية. خليكي معايا لاخر الفيديو هقولك على اسرار الملوخية. كده هنعمل الرز بتاعنا. معلقة سمنة برضو حلوة، وطبعا الرز بيحب السمنة البلدي، بس برضو انت براحتك السمنة اللي حباها تعملي بيها. وانا معايا رز مصري، مش لازم يكون بسمتي، ما تقفيش على حاجة. انا ما عنديش رز بسمتي، هعمل رز مصري. هيقول لي لا، لا مش هيقول لي لا، هعمل الرز المصري. احنا بنتصرف في اي حاجة. هقلبه كده في السمنة عشان عايزة الرز كده يتشرب من السمنة. وهحط معاه الملح حسب الرغبة، وشوية فلفل أسمر، ومعلقة كاري، ومعلقة كركم، وشوية زبيب. الزبيب ده على فكرة أنا اللي عاملاه ومجففاه في البيت، ومنزلة بيه فيديو قبل كده، يعني جايبة العنب وعاملاه زبيب. هسيب لك لينك الفيديو في صندوق الوصف، وهيظهر برضو معاكي في حرف الآي فوق. أقلب كده كله مع بعضه عشان يتشرب من التوابل اللي أنا حطيتها ويتشرب بالسمنة. لازم الرزاية تتغلف بالتوابل وبالسمنة. وهنزل بالمية بتاعتي، مية عادي، عقد المية العادي بتاع الرز المصري العادي. حابة تعملي بسمتي اعملي، مش فارق. وهقلبه كده واغطيه. ولما تتشرب المية دي ما تجيش جنبه ولا اقلبه غير لما المية تتشرب، وبعدين اقلبه واوطي عليه. دلوقتي بقى نعمل الملوخية بتاعتي. ادي الشوربة اهي، خدت شوربة على القد. حاولي تخلي الشوربة قليلة، لو احتجتي شوربة زودي، لكن لو الشوربة زيادة والملوخية طلعت خفيفة مش تعرفي تعالجيها. ده توم مفروم وعليه كزبرة. هاخد كده حتة منه نية واحطها. طبعا انت شفتوني اما حطيت مرقة الدجاج. مش حابة تحطي مرقة دجاج ما تحطيش برضو عادي براحتك. وهاخد حتة تومة نية كده حطها في الشوربة. هنا بقى السر اللي هيخلي الملوخية ما تسقطش معاكي. زي ما قلتلك في الأول تخلي فيها حتة من العرق بتاع الملوخية، من العود بتاعها. تاني حاجة ما تخرطيهاش ناعم قوي. شايفة أنا مخرطاها ازاي خشنة شوية ازاي؟ الملوخية لما بتخرطيها ناعمة قوي بتسقط منك في الحلة. الملوخية خليها شوية خشنة، ولا هي خشنة قوي يبقى فيها ورق يضايقك، ولا هي ناعمة خالص تسقط في الحلة. وفي نفس الوقت برضو عشان الملوخية تبقى بالخضار ده معاكي ما تخرطيهاش وتركنيها. خرطي الملوخية ان انت على طول اول ما خلصتي تخريط هتسقطيها،
واما تغلي اطفي عليها. الملوخية ما تغليش كتير، اول ما تغلي كده من الجوانب تطفي عليها. وتاني حاجة كمان الملوخية ما تتغطاش. كل دي اسرار للملوخية. هنا بقى هنعمل الطشة بتاعتنا. يبقى اسرار الملوخية، اول حاجة نقولها كده مع بعض عقبال ما نقلي الطشة دي، عقبال ما نقلي التومة. اول حاجة اسيب حتة من العرق بتاع الورق. ثانيا اغسلها واسيبها تصفي ميتها كويس، ما تبقاش فيها ميه كتير عشان ما تعملش معايا رغاوي. تاني حاجه ما خرطهاش ناعم قوي، اخليها خشنه شويه، مش ناعمه قوي ولا خشنه قوي يكون فيها ورق صيح كتير، لا تخليها خشنه شويه. كمان الملوخيه ما تتخرطش وتتركن، تتسقط على طول، اخرطها اسقطها على طول. كمان الملوخيه ما تغليش على النار، يا دوبك كده تبقبق كده من الجوانب، اطفي عليها وما غطيهاش، توربي الحل عليها. وكده طشيناها هون، وبرضه هنورب الحل عليها مش هنغطيه. والله انا كنت عايزه اسمعكم الطشه بتاعتها، بس عشان عندنا فرح في العماره فما كانش ينفع، عشان في اغاني شغاله وكده ما ينفعش ان تطلع على اليوتيوب. وزي ما قلنا ما نغطيهاش. وادي الرز اهو بدأ يتشرب، هوطي عليه خالص اخليها شمعة وهقلبه كده، ولو عندك شياطة حطيها. بصي اوريكي انا موطية عليه خالص كده. الرز بتاعي اتشرب اهو وبقى في منتهى الجمال. وعلى فكرة لو عندك لوز حطيه مع الزبيب، بيبقى حلو قوي برضو باللوز. كده بقى هنغرف الاكل بتاعنا. انا كمان الوراك خلاص حمرتها بحته سمنه بلدي. حابه تحمريها بالزيت حمريها، بس ما رضيتش اطول عليكم الفيديو، كلنا عارفين بنحمر الفراخ ازاي. وطبعا العين بتاكل قبل البق، فحبيت اعمل شكل حلو كده. ادي الرز معايا اهو، وادي الطبق التاني، والفراخ بتاعتي اهي طلعت من الفرن. شايفه شكلها ايه رايك فيها؟ بصي متحمره من بره وجوسي وجميله من جوه. بصي شكلها مش ناشف ازاي. حطيها كده في الطبق التاني. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بس ما اقولكيش على طعمها تحفة. تستاهل تعملي لي اللايك وتشتركي في القناة ولا لأ؟ وادي الملوخية وادي الفراخ اتحمرت. بحب بعد ما احمرها ارش فوق وشها كده ملح وفلفل اسمر. وبصي لون الملوخية عامل ازاي. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.